يا صباح الخير والهنا والسعادة على قلوبكم. تعالوا يا حبايبي كده نبتدي فيديو جديد، يا رب يكون سهل وخفيف عليكم كده. طبعا هنعمل النهاردة فضلة خيركم قلقاس باللحمة الجمل، قلقاس بسلق يعني اهو. طبعا ادام في قلقاس طبعا لازم يبقى فيه سلق يا حبايبي. بصوا السلق انا كده ده فصصته كده عشان ايه وقتكم كده اهو. طبعا السلق ده من قلب الارض من عندنا، لسه جايباه حالا. رخرة شوفوا بيلمع ازاي، والورقة صغيرة وطرية مش زي اللي بيجي من السوق طبعا. بصوا اهو، دي كده الكمية اللي انا هعملها، ده كده حبيت اوريهولكم اهو يا حبايبي. بصوا كده اهو، شوفوا بيلمع ازاي، حاجة زي العسل اهو. طبعا الورقة بناخدها اهو، بناخد الورق ونسيب العروق دي بنسيبها طبعا مع حزمتين كده كزبرة. الكزبرة دي كبيرة، هاخد الورق بس اهي، هاخد الورق بس يا حبايبي. وطبعا القلقاسية بتاعتنا اهي. بصوا القلقاس ادام القلقاسية حمرا من هنا كده بامبا وردي، تعرفوا ان ده نضيف. والقلقاسية تكون مدورة كده، لو مطولة يعني ايه هي حلوة بس هتاخد سوا شوية، احنا بنعرفه من كده. وبصوا من تحت من هنا ما يكونش مهرن يعني بايظ من هنا، بيبقى معطن يعني. اكيد بتشتروا القلقاس ساعات بيبقى معطن من هنا. طبعا انا يا حبايبي هقشر القلقاسيه دي وهخرطها وارجع لكم تاني. دي بيحط لها ميه سخنه، وما اجي احط لها ميه سخنه هرجع لكم كده، عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. اهو يا حبايبي كده انا خرطت القلقاس معاكم اهو. بصوا هو لازم يبقى الحجم ده كده، لو انت هتعمليه المكعب مليان شويه اهو زي كده يا حبايبي. بصوا اهو، يبقى ايه زي بعضه عشان السوا يبقى واحد، ما تبقاش واحده ناشفه وواحده مستويه قوي اهو. يبقى كده بصوا اهي. عايزه ترفعيه اكبر من كده ارفع من كده اوكي مفيش مشكله، بس يبقى كله كده يعني، كله يبقى رفيع كده. لكن هتخليه تخين كده يبقى كله زي بعضه، تبقى المكعبات واحد كده يا حبايبي. بصوا اهو اهي، انا بحب المكعب مليان كده شويه عشان بيبقى جميل جدا اهو. بسم الله ما شاء الله. هي الراس دي كانت 2 كيلو. طبعا انا جايباها من الغيط يعني ايه ما حسبتهاش قوي، بس هي فيها حوالي 2 كيلو. طبعا المية السخنة اهي من السخان، لو انتوا شايفين البخار بتاعها اهي يا حبايبي، من قلب السخان كده اهي. نحطه بقى وننقعه لحد اللحمة ما تستوي، عشان انتوا عارفين يعني ايه اللحمة الجملي بسم الله ما شاء الله، يعني مش زي العجالي. تستوي اهي، تصيب المية السخنة كده خالص وتسيبيه تشوفي وراكي ايه، وبعد كده تغسليه هيبقى زي العسل. ماشي يا حبايبي، ارجع لكم بقى ان شاء الله. احنا بنحمر بالنسبة للسلق اهو. طبعا ده انا هعومه كده في مية يا حبايبي، وهغسله كويس جدا، وهخرطه بالمخرطة وهوريهولكوا بقى، عشان انا ما بحبش اعمله في الكبة لان بيروح مطلع ميته والكلام ده كله، وانا ما بحبش كده. احبه ايه احمره كده بالثوم يبقى حاجة حلوة. ارجع لكم بقى واحنا بنحمره. واللحمة كده يا حبايبي تكون استوت بتاعتنا اهي. بصوا هشيلها بقى في حاجة وهصفي الشوربة خالص اهي، ماسورة بردك اهي. اصفيها بقى واشيل الحاجات اللي فوق الوش دي، القوطة والجزر والفلفل وكله، عشان ايه لما اسقط القلقاس ما يبقاش فيه حاجة يعني ايه تيجي حباية حبهان كده، لا دي الحاجة دي مش مستحب. ماشي يا حبايبي، ارجع لكم بقى وانا جايه اسقط القلقاس اهو يا حبايبي. القلقاس طبعا اتغسل جامد اهو، مفيهوش اي حاجه اهو، ولازم يتغسل جامد كذا مره كده. طبعا الشوربه بتاعتنا شلنا منها اي حاجه، اللوري والقوطه وكله. نسمي الله بقى ونحط الحاجه كده
القلقاس بيتسلق الاول يا حبايبي لحد ما اجهز له الخضره بتاعته اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يوضع البركه يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو يا حبايبي اهو. مش هاجي بقى كده ناحيته لما يكون داخل على السوا خالص، اروح حاطه بقى الخضره بتاعته اكون حمرتها. طبعا ديت العروق بتاعت الكزبره كده يا حبايبي، بروح عاملاها كده واروح حطاها معاها في السليق اهو، تديلها طعم جميل جدا للقلقاسه وسلق اهو. اهو كده بعد ما اتسلق، بعد ما سقطته كله اهو، هغطيه بقى ومش هرجع له تاني الا لما يستوي يا حبايبي، يخش على السوا خالص يبقى تلتين سوا كده، اروح بقى انزله له بقى بالحاجه بتاعته اهو. نغطي الحله مع بعض واوريكم السلق اهو. اهو السلق يا حبايبي اهو. طبعا هخرطه بالمخرطه كده، مش هعمله بالكب، وارجع لكم بقى لما اخرطه زي الملوخيه الخضراء اهو يا حبايبي. كده انا ولعت على الطاسه اللي هحمر فيها السلق بتاعي. دي طبعا معلقه سمنه بلدي كبيره. هو يا حبايبي القلقاس بالذات بده يعني ايه، النفر يهتم بيه شويه لان هو جميل جدا اهو يا حبايبي. كده طبعا السلق بعد ما خرطته بالمخرطه، بصوا اللون جميل جدا اهو. انزل عليهم كده بالسلق اهو يا حبايبي، واحمره عادي اهو اهو. وما اجي برضو احط التوم ارجع لكم تاني يا حبايبي ماشي. احمره بس تحميره كده محترمه، يعني ايه زي ما الكتاب قال بجد، يعني تبقى حاجه حلوه وحاجه يعني ان مثلا ولادك ما يقولكيش ايه ده قلقاس، لا هي بصي هيتلهفوا على ان انت تعملي قلقاس اهو يا حبايبي. ده بقى لما بنخرطه في الكبه بيبقى بقى مش عارفه، انا بحس بكده ان مثلا بيبقى لونه مسود شويه، ولا مش عارفه ده عشان ما فرش من الغيط طبعا، ومش شايخ كده وله عيدان، لا ده صغير وجميل جدا اهو. لما اجي بقى يا حبايبي احط الثوم والكزبره، بصوا الثوم اهو حبه حلوين كده، هو لازما كده اهو. لما اجي احط الثوم واحط الكزبره نحمرهم مع بعض كده، ارجع لكم بقى تاني اهو يا حبايبي. كده خلاص يعني ايه خش خالص في السوا اهو. هحط طبعا الكزبره قدامكم لان انا عايزه الكزبره فريش شويه، ما عملتهاش من الاول اهو. بصوا حط الكزبره كده، بسم الله ما شاء الله، هتبقى حاجه زي العسل باذن الله اهو. بصوا لان الكزبره حاجه رقيقه يعني ايه هتتحمر بسرعه. هقلبها بس تشويحتين كده عشان الوقت الفيديو بتاعكم ما يطولش، وايه وارجع لكم تاني لما اجي احط الثوم. كده بقى يا حبايبي هحط الثوم بقى كده خلاص. بصوا اهو هي الدرجه دي كده هي اللي مطلوبه. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويطلع احسن من اللي انا عاملاه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نشوف بقى القلقاس بتاعنا ده عمل ايه اهو. بصوا يا حبايبي ما شاء الله عليه اتهرى من السوا اهو. بصوا بصوا عشان بقول لكم التخريط يبقى واحد اهو. بصوا اهي، لو بطاطس مسلوقه مش هتلاقيها بالسرعه دي،
يعني هو كده ما خدش نص ساعه بالكتير قوي على البوتاجاز اهو. طفيت عليه وزي العسل كده. انا بحمر الثوم يا حبايبي، وما اجي احطها هرجع لكم برده. عايزين يا جماعه، انتوا مش متخيلين الريحه بقى، والله انتوا ما متخيلين. بصوا بقى، ناخد الكلام الجميل ده، نسيب كده البوتاجاز ونروح على السلق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهو يا حبيبي، بصوا منظر السلق اهو. هو ده اللي مطلوب يا حبايبي. طبعا اقول عليه ياخد غلوه بس باللي انا حطيته ده، وارجع لكم بقى وانا بحط بهاراته وحاجته. كده يا حبايبي البهارات بتاعتنا اهي اللي خلاص هو استوى وهطفى عنه، وحطيت له كل حاجه اهو. طبعا مكعبين ماجي والسبع بهارات معانا اهو، هما دول اللي انا هحطهم. وطبعا انا ما حطيتش ملح قدامكم ليه؟ لان اللحمه بتاعتي كنت حاطه لها الملح بتاعها وكله تمام. كده بقى اغرف وارجع لكم تاني بقى اهو يا حبايبي. كده يكون الفيديو كده خلص. ان عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسونوش في اللايك والشير، وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع احلى قلقاس مع يوميات ام اسلام بنت الريف.